محافظات تصعيديه في حاله عدم التراجع عن الاعلان الدستوري؟ خليني اكون صريح معاك يعني غير ان انتوا هتقطعوا الحوار، هل في خطوات، في رؤيه كده هتعملوا ايه بكره وبعده وبعده؟ انا هقول لك على حاجه، انا بعتقد انه من حق المشاهدين ان يعرفوا ان هناك تطورا سياسيا جبارا حدث من يوم الاجتماع اللي صدر فيه الاعلان الدستوري اول امبارح، وحصل اجتماع في الوفد ووقعنا على البيان المشهور. احنا بنعرض اجزاء منه دلوقتي. ثم في البيان الذي صدر اليوم واجتماع اليوم. ما حدث هو انه لاول مره ما كانت تطالب به قوى الثوره، وعايز افكرك بكده يا استاذه رانيا، على مدى شهور الثوره ثم المرحله الانتقاليه للحكم العسكري، وهي ان يكون هناك مجلس قيادي يضم رموز مصر الوطنيه الديمقراطيه. هذا المطلب اللي كان سبب في ما شفناه في الانتخابات، وان احنا انحصرنا بين مرسي وبين صبي مبارك المدلل سياسيا احمد شفيق. لو كان قد حدث اتفاق بين قوى الثوره ما كناش وصلنا. الان حدث لاول مره. انت الان ترين عبد المنعم ابو فتوح وحمدين صباحي والدكتور البرادعي مع حفظ الالقاب للجميع، هؤلاء موجودين الان ضمن قياده جماعيه لقيادة مصر. واللي يخليني أحس وأشعر أنه الالتحام هذه المرة حقيقي، وأنه شعار الوحدة الآن سيتم تطبيقه بالفعل. لأنه هؤلاء الناس لم يجتمعوا على باطل، ولم يجتمعوا على كلام شفوي، لكن اجتمعوا على وثائق مكتوبة، ثم أنهم اجتمعوا على خطر داهم يهدد مصر كلها. احنا زمان لحد الأسبوع اللي فات تأسيسية ولا مش تأسيسية، انسحاب ولا مش انسحاب، وانفضحت التأسيسية وطلع منها كل الناس اللي لهم علاقة بالعمل الوطني، طلعت منها نساء مصر وعمال مصر وفلاحين مصر ومثقفين مصر والقوى الوطنية الديمقراطية. احنا تغيرنا الآن، مش بنتكلم عن الخطر الدستور يصنعه الإخوان والسلفيون على مقاسهم وليس على مقاس مصر، دلوقتي بنتكلم عن خطر يهدد وجود مصر نفسها، يهدد هويتها. هناك ديكتاتور يصنع الآن يريد أن يجعل من كل المصريين إماعات، يريد أن يسكت كل فم بما فيهم انه استاذ قانون زي الدكتور حسام عيسى يطلع يتكلم في الاعلان الدستوري اللي هو في مجال اختصاصه، يعني في مجال القانون، فيروح بلاغ ثم يطلع له حسب ما سمعنا، لا ما نعرفش الكلام ده نهائي، ولا يطلع له امر ضبط واحضار، وده هتبقى بدايه طيب